اتكلمنا آخر مرة عن اللابرنث، أول متاهة اللي عملها ديدالس للمانيتور. البطل ثيفس قدر يهزم الوحش الأسطوري بمساعدة ديدالس وابنه إيكارس، اللي هيكون قصتنا النهاردة. مينوس ملك كريت قرر عقاب ديدالس وابنه إيكارس بحبسهم في اللابرنث، ولأن ديدالس مهندس عبقري بطبعه صنع لابنه ولنفسه أجنحة من ريش وشمع وجربها. بس قبل ما يحاولوا يهربوا من الجزيرة والمتاهة، ديدالوس حذر ابنه إيكاروس وقال له: يا ابني بص، بديهيات الشمع إنه بيتحرق قدام الشمس، فما تحاولش لا تقرب من البحر ولا من الشمس، وخليك كده طاير ورايا وبس، ما تجودش. إيكاروس لما جرب إحساس الطيران اتجنن، مش الجنون الوحش، لأ، اتجنن من عظمة الإحساس بالهواء وهو بيخبط فيه، وحب يجرب يطير لوحده ويروح يزور مناطق محدش عارفها قبل كده. فضل طاير لفوق، طاير طاير لحد ما قرب بشكل مبالغ فيه من الشمس، اللي بدورها دوبت الشمس على أجنحته وحرقت له الريش. فضل إيكاروس يحاول يرفرف بدراعه على أمل إنه ما يقعش، بس هيهات، مفيش بشر يقدر يطير. وقع إيكاروس في البحر ومات في بحر إيجا قريب من إيكاريا، جزيرة كده غرب ساموس. وفي رواية أخرى إن باسيفاي زوجة الملك مانوس ادت قارب لديدالوس وإيكاروس عشان يهربوا من الجزيرة، وإيكاروس وقع من القارب برضه في طريقهم لصقلية، وهيرقليز بنى قبر تخليدا لإيكاروس. طبعا لأن القصص اليونانية من النوع ده ما بتكونش عبارة عن أساطير وخلاص، إنما بتكون محاولة من اليونان لفهم الكائن البشري وطبيعته، فالقصة دي ليها أبعاد نفسية وإنسانية كتير. مثلا المعرفة، زي نار بروميثيوس بالظبط. إيكاروس كان رمز البشري اللي بيجري ويجري في سبيل المعرفة بدون حساب، وفاكر إن المعرفة ملهاش عواقب. لكن للأسف المعرفة نار تحرق، وفي حاجات مهما كنت مطلع ما ينفعش تعرفها، ممكن لأن عقلك مش هيستحملها، لأننا لينا قدرة محدودة على الاستيعاب كبشر، وعواقبها ممكن تأذيك. أو الزهو والطيش. إيكاروس برغم تحذيرات ونصايح والده ديدالوس استمر في طيرانه الأهوج ناحية الشمس، ضاربا بعرض الحائط كل منطقية وجودية، لأنه مجرد حس إحساس الحرية ومرضاش حد يأيد من الإحساس ده أو يحط له قواعد. نقدر نقول تمرد. في كل الأحوال يظل مشهد سقوط إيكاروس أسطوري مخلد في ملاحم وقصص كتير، مشهد يفكرك باليأس بعد الوصول للشيء اللي انت عاوزه، لأن مش كل حاجة تقدر تطولها، على الأقل مش في حياتك الحالية.